غبت عليكم كتير بس راجعه لكم بالتحفه الفنيه دي. انا لسه جايباها وقلت لازم اشارككم معايا اول حاجه اعملها فيها. وطبعا انا لقيت ناس كتير بتقول ان دايما في الاول الاكل بيكون فيه ريحه، وهما كاتبين كده فعلا في الكتالوج. فقلت بلاش اغامر واجرب اول وصفه تكون حاجه سهله وسريعه من غير اي افتكاسات. وخصوصا ان قريت برضو وسمعت كذا حد ان انتي عشان تظبطي تسوية الحاجة محتاجة ان انتي تتدربي وتتمرني اكتر من مرة عشان تقدري تظبطي سوى الاكل جواها. فقلت المرة دي هعمل توست بالبيض من غير اي خضار ولا اي حاجة، يعني قلت عشان لو باظ هرميه. مش هضحك عليكم. وسمعت من ناس كتير ان عشان ما نبهدلش الحلة بتاعت الاير فراير ان احنا نحط جواها ورق فويل وورق زبدة. انا ما ظبطتش معايا بصراحة، لان في اخر الفيديو هتلاقوا ان التوست لزق في ورق الزبدة وما طلعش كامل. هل هو كان محتاج تسوية اكتر او كان محتاج شوية زيت اكتر؟ لان انا حطيت بالظبط معلقة صغيرة زيت زيتون، مش اكتر من كده. بس لو هتكلموني على الشكل والطعم فهم كانوا تحفة جدا، وكانت هيلثي قوي، وحسيت ان انا كنت مبسوطة قوي وانا باكلها، وهي حاجة من غير اي زيوت او سمنة، يدوب بمعلقة صغيرة زيت زيتون. فخليكم تابعيني عشان هعمل لكم وصفات كتير قوي فيها. نوع القلاية هي تيفال اكس اكس لارج، لأي حد هيسأل عليها. لسه هنعمل فيها الوصفات كتير. وقولولي لو عندكم وصفة حلوة حابين